الدبله هتقطع صباعي. ما لها حق يا اخي، بقى لها فينا كلمين 7 سنين ومش باين انها تميل ايدك الشمال ابدا. التجداهيه في ملافظك، لسانك زفر زي حماتي. استاذ عطيه، البلم دي عايزك حلق. عايزني في ايه؟ خير. استاذ ابراهيم، انا عملت حاجه غلط النهارده؟ ابدا. امال المدير عايزني في ايه؟ روح له وانت تعرف. يا ساتر استر يا رب. اقعد يا عطيه. مش حالق دقنك ليه؟ اصل الحنفيه. تشرب ايه؟ انا اشرب ايه؟ ايوه تشرب ايه؟ اذا كنت سعادتك مصمم يبقى اشرب ليمون. هاتوا ليمون. واضح ان سعادتك راضي عليا قوي النهارده. انا دايما راضي عنك، انت موظف مجتهد وطيب وابن حلال. بس اوقات سعادتك بتبهدلني. مش لما تغلط. الحمد لله غلطاتك قليله جدا. الحمد لله يا فندم. بقول لك ايه يا عطيه؟ ايه اقصى امانيك؟ اتجوز. وايه اللي منعك؟ مش لاقي شقه. انا قصدي ايه اقصى امانيك الوظيفيه؟ اقعد على كرسي سعادتك. طبعا بعد ساعتك ان شاء الله لما تبقى وكيل وزاره. انا برضه كنت متاكد من كده. بقول لك ايه يا عطيه؟ يا فندم. الاستاذ ابراهيم هيطلع معاش بعد 3 شهور، وانا اخترتك تحل محله بعد ما يطلع معاش. انا يا فندم؟ ايوه، ودي الخطوه الاولى اللي توصلك للكرسي ده. اولا تبقى رئيس قسم، وبعدين مراقب، وبعدين نائب مدير، وفي النهايه مدير عام. يعني كلها 20 سنه وتقعد على الكرسي ده. ما تبصليش انا ليا ظروفي الخاصه. لا ابدا يا فندم، ممل. انا بقالي 7 سنين مستني ابقى عريس. مش كتير استنى 20 سنه عشان ابقى مدير عام. مدير عام حته واحده؟ ايوه، بس بعد 20 سنه. معلش يفوتوا هوا. مش حالق دقنك ليه؟ الحنفيه النهارده نزلت حاجات غريبه. المهم ما تيجي نحتفل بالمناسبه السعيده دي النهارده. ما عنديش مانع. اذا المدير سأل عليا قولي له ان انا نزلت في عذر قهري. عذر قهري؟ هو في عذر قهري اكتر من كده؟ تحب نروح فين؟ نروح البيت طبعا. ماما النهارده عامله ملوخيه على ارانب لكن تجنن. يا زينات بقول لك عايزين نحتفل بالمناسبه السعيده دي، تقولي لي تعالى نتغدى في البيت. الحق عليا، عايزه اوصلك فلوسك علشان المسؤوليات اللي ورانا. يا ست بناقص ال 10 جنيه اللي هنتفسح بيهم. لا يا سيدي، 10 جنيه على 10 جنيه يبقوا 100. يا سلام لو يعينوكي وزير ماليه، كان الجنيه المصري يبقى عمله صعبه. بس عينيا يا حبيبي. خد يا ماما. هات يا ماما. خد يا بابا يلا. من عيني يا حبيبتي. عليا يا ست. يلا يا ماما كلي بسرعه. الملوخيه دي لونها اصفر كده. ده عدس مش ملوخيه. هو فين الملوخيه بالارانب اللي قلت لي عليها؟ لا مش ملوخيه ولا ارانب، جرى ايه يعني؟ انا ما بحبش العدس. ايه ما بحبش العدس؟ ما تبقاش عامل زي العيال الصغيرين، كل حاجه لازم تاكلها، فاهم؟ ما تكشرش كده، بعد الغدا هننزل نتفسح. تعالوا. كل يا بابا. ايوه بقى. طب يلا كل خلصي اكل بسرعه. كل خلص طبقك ده بقى. كريمة رد عليا. اب فوق المية يا اخواتي، في حد ينتحر في مية ساقعة زي دي؟ كريمة انت فين؟ انا فوق في السماء. مش معقول. اللي عملت ايه في حكاية الشقة يا عطية؟ العمل عمل ربنا يا حماتي. أضل وده حكمته. طب واخرتها؟ ما ان شاء الله هتفرج يا حماتي، بس انت اصبري. بصراحة بقى انا صبري خلص. قدامك 3 اشهر تشوف لك فيهم شقة. طب لو خلصوا 3 اشهر وما لقيتش الشقة تدور لك على عروسة تانية. لا 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 اسمعي،
ارجوكي. مي معروف انا ما اعرفش اعوم. ده اللي جاي على الصبح يوم الجمعة. عدم المؤاخذة يا عطية يا ابني، الظاهر أنا جيت بدري شوية. لا أبدا يا حاج، اتفضل. أنت جيت في ميعاد صحياني تمام. لا أبدا، أنا بقالي يومين في مصر وراجع البلد النهاردة، وكان لازم أعدي عليك قبل ما أسافر. مشرف يا حاج. أنا جبت لك إيجار ال3 فدادين أهم. خد الفلوس عشان الحق اروح. ده شارع النهار يا حاج. بعدهم. قاعد وراك يا حاج، ده انت في مقام المرحوم والدي. لا معلش اصل مستعجل شويه. هو في حد بيشوفك غير كل سنه مره؟ السنه الجايه ان شاء الله لما ابقى اجيب لك الايجار هقعد معاك يوم بحاله. طب والنبي يا حاج لما تيجي السنه الجايه ان شاء الله ابقى تعالى واخر شويه. تحت الغروب الطير في صفقات الجنان، وعانقت نور الحياة. لقيتها عطية؟ اديني بدور اهو. انتظار هتفضل تدور عليها 7 سنين. تقصد ايه كلامك ده؟ قصدي حافظة المستندات اللي انت بتدور عليها. انا فاهمك كويس، انت تقصد حاجه تانية. تقصد ايه يعني؟ الشقه اللي بقالي 7 سنين بدور عليها. انت حر، افهم اللي انت عايز تفهمه. انا سكت لك كتير قوي، لكن والله العظيم المره دي مالك. ايه اللي انت بتعمله ده على فعيل عمل؟ ما انت سامع ده الكلام. حاسس ان نيته سليمه، التلميذ زي حساس قوي. تعال معايا، تعال بس تعال. مالك يا عطيه يا ابني؟ بقالك يومين اعصابك مش طبيعي. حماتي يا استاذ ابراهيم هددتني بفسخ الخطوبه، بس المفروض ان مشاكلك الخاصه ما تنعكسش على عملك، عشان خاطر كمان المدير ما يحرمكش من الترقيه. غصب عني والله يا استاذ ابراهيم. ايه رايك تاخد لك يومين اجازه، يمكن اعصابك تهدى ويمكن تلاقي لك حل في موضوع الشقه. هو انت واخد الاجازه عشان تتفرج عليا وانا بغسل لك الهدوم؟ ما تنزل ادم دورلك على شقه. شو مهمله البلد يا خالة عظيمه. مشكله في الخليه اجيبه منين؟ هي عروستك مش عاوزه تيجي تقعد معاك هنا في الشقه ليه؟ امها السبب. قلت لها نتجوز ونيجي نسكن هنا، قالت لي انا مش مستغنيه عن حياه بنتي. حياه بنتها؟ ليه؟ هي الشقه فيها تعابين؟ لا خالة عظيمه، هي قصدها ان البيت قديم ممكن يقع على دماغي ودماغ بنتها. فلا ولا فلك يا شيخ، ده بيت متأسس من بتوع زمان، هو في زيهم دلوقتي. انا حاولت معاها كتير لكن هي مصممه على شقه في عماره جديده. ما تبيع 3 فدادين وتستفاد بيهم. خطيبتي ما تعرفش حاجه عنها، اقول لها جبت الفلوس منين؟ وليه تخبي على خطيبتك؟ امي الله يرحمها وصتني ما اديهاش عشان ما تطمعش في ثروتي. هو مين الراجل ومراته فيها اسرار؟ يعني ايه يا خالة عظيم؟ عايزاني اخالف وصيه امي كمان؟ ايوه تخالفها. امك لما وصيتك الوصيه ديت ما كانش في ازمه اسكان. يلا يا ابني روح لخطيبتك وقول لها على كل حاجه، وبكره الصبح تسافري البلد وتقابل الحاج عوضان يشوف لك مشتري. انا هروح لزمان زي ما انت عايزه، بس لو طمعت في ثروتي تبقى انت المسؤوله.
صباح الخير يا حماتي. صباح النور يا عطيه. زينات هنا؟ لا والله. ما تعرفيش راحت فين طيب؟ لا والله. طب سلام عليكم. عليكم السلام. طول ما هو بيشوفك ويقابلك هيفضل ساكت وعلى قلبه مراوح بتمشي، لكن لو يتحرم منك ولا يشوفكيش هيضرب الارض وتطلع بطيخ. واحد كذا، انا واحد، اتفضل يا باشا. واحد واحد. هو الاستاذ من العزيزيه؟ لا والله انا من مصر. من عدم الناس مسافر العزيزيه ليه؟ عندي شغل هناك. محصولك عند الخال عبد المتعالي من العزيزيه. ايتها خدمه تحت امرك. يا حبيبي يا محمد. الاستاذ مسافر فين؟ لو سمحت، هي العزيزيه بمين؟ انا قلت لك ايتها خدمه انت اللي ما عبرتنيش. معلش اصل كان عندي شويه صداع ما قدرتش اتكلم. لا سلامتك، اتفضل معانا ندلك على الطريق. هي بعيده عن هنا؟ لا قريبه 10 12 كيلو بس. الشعب كل عندنا فاضل لك سلام العظيم. خد تعال تكرر الناس فينا اكل زي
يا رجليا. اجمد النار يا عطيه، مفيش حلاوه من غير نار. دي رجلان اللي قايده نار يا حاج. معلش، هو صحيح المشوار بعيد حبتين، لكن بكره هتاخد عليه. اخد ايه؟ ده اول واخر مره، انا مش جاي هنا تاني. انت فاكر بيع الارض بالسهل؟ لا، المساله محتاجه لاخد وعطا. انت مش بتقول عندك مشتري يا حاج؟ ايوه، بس لازم تقابله. قابله ليه؟ انا هبعت لك توكيل بالبيع. لا، الاصول انك تقابله وتقعد معاه. انت هنا في الفلاحين، والفلاحين لهم عادات تختلف عن عاداتكم يا بتوع مصر. حاضر يا حاج، حاضر زي ما تحب. بس المشتري ده بيته قريب ولا لا؟ ده قريب قوي من هنا، ده مسافه 10-12 كيلو. كمال بيه عزيز راجل غني وابن ناس. العزيزيه دي سموها على اسم جده عزيز باشا الكبير. وعزيز باشا الكبير ده يقرب لعلي بيه الكبير يا حاج. علي بيه الكبير مين؟ علي بيه الكبير من امراء المماليك اللي حكموا مصر. ايوه ابن عمه لازم. مش بقول لك ده عيلته كلها بهوات وبشوات. والثلاث فدادين بتوعها هينفعوه بايه ما دام غني بالشكل ده؟ اصل الثلاث فدادين دول كانوا بتوع كمال بيه، وابوك الله يرحمه واشتراهم منه. وضروري بقى كمال بيه يحب يرجع عرضه. فهمت يا حاج. من هنا بقى تبتدي ارض كمال بيه. 10 فدادين مزروعين كلهم موز وموالح، ودخل على الفراخ كمان 10 فدادين بس اللي فضلوا له. كمال بيه كان يحتكم على 1000 فدان، انما بقى الله يمسيه بالخير كان طايش وهو صغير. بقى ارضه كلها ما فضلوش غير ال10 فدادين دول، انما ايه عايش من وراهم زي الملوك. ودلوقتي تشوف بعينك. انت اصلك بتوع من دول ما شفتوش العز بتاع زمان. وعلى رأي مثلنا ارحموا عزيز قوم ذل. ازيك يا خيري يا هانم؟ مساء الخير يا كمال بيه. مساء النور. خطوة عزيزة يا حاج عوضين. يعز مقدارك يا سعادة البيه. هات الكرسي ده. اتفضل. الأستاذ عطية. أهلا أستاذ عطية. الأستاذ عطية يبقى ابن المرحوم عبد الخالق أفندي. خالق مين؟ عبد الخالق أفندي اللي اشترى من سعادتك الثلاث فدادين من 20 سنة. يا سلام يا حاج، عاوزنا افتكر حاجة من 20 سنة؟ ده أنا مش فاكر. خد الدين. ده أنا مش فاكر كلت إيه امبارح. باردون يا أستاذ عطية، أصل اللي اشتروا مني كتير، هفتكر مين ولا مين؟ أصل الأستاذ عطية معذور في قرشين وعاوز يبيع الأرض، فأنا قلت بقى مفيش حد هيشتريهم غير سعادتك. نشتري وماله، أنا جاهز. أنت طول عمرك جاهز يا سعادة البيه. يا حاج نعم يا ماما. بعدين ابعت لي جوزين طياره. حاضر. ده بابا عنده ضيوف. كم نفر يا بنت؟ 2. اقول لك هات لي معاكي 4 تجواز فراخ ودك 4 ووزه وجوزين ارانب. هيكفوا دول بس يا بنت؟ ما انا هعمل لحمه معاهم يا بنت. ايه حكاية ال3 فدادين دي يا حاج؟ أنا هقول لسعادتك بقى من 20 سنة اللي هتضلم، والكلام في الضلمة ما ينفعش.
قوموا بينا نتكلم جوه. عليك نور يا سعاده البيت، الكلام في النور احسن. اتفضلوا. اتفضل. الله ينور عليك يا كمال بيه. اهو هنا الكلام يحلو. فزازوا يا جماعه، زازوا. يا ازاز يا سعاده البيت، تشكر. ميرسي يا فندم. ايه يا ابني انت تعبان؟ الحمار. ده انا برضه يا سعاده البيت، اصله مش متعود على ظهر الركوبه. انا لاحق سعادتك شويه واحنا جايين دلوقتي حصل يا حاجه عوضين، ما تحكي البيع الحكايه، احنا هنبات هنا. حاضر يا زيد. طيب من 20 سنه يا سعاده البيت واحنا الحقيقه يا جماعه انا جعت، وبصراحه ما عرفتش اتكلم في المسائل الماليه وانا جعان. طيب يا كمال بيه، الحاج بقى يبقى يفوت على سعادتك وانت شبعان عشان تتفاهموا على التفاصيل. انا اتشرفت جدا بمعرفه سعادتك. ايه ده يا حاج عوضين؟ قريبك ده ليه يزك ده ليه؟ انا غلطت في حاجه؟ طبعا غلطت. ازاي تمشي من هنا قبل ما تتعشى؟ يا فندم انا اتعشيت خلاص، انا واكل يجي 3 كيلو موز و2 كيلو برتقال. وده اسمه عشا ده يا خوخه. نعم يا بابا. العشا جاهز؟ من بدري. ورايا يا ابني كل ورايا. خلي بالك منه، الغرقان عايز يتكسر عشان هي عايز المراتب. خيريه بقى دي بنت الكبيره، قلت لها يا بناتي بس بتلخبط في اساميها. اتفضلوا كله. احنا بقى هنا في البيت ده اتعودنا ما نقومش من على السفره ونسيب عليها حاجه، الاكل ده كله لازم يتمسح. بس ان شاء الله يا فندم هيتمسح مسح. ابني كل اللي يقدر يبيع طول الايدين كل. ما تخافش حاجه، طبعا ان شاء الله هيتمسح. تشكر. تشكر. الله، وسعادتك يا كمال بيه مش هتشرب معانا الشاي ولا ايه؟ لا لو شربت الشاي مش هعرف انام. احنا متاسفين يا فندم تعبناك معانا. لا تعبتوني ولا حاجه. ايه بقى حكايه ال3 فناديل دول يا حاج؟ ايوه انا اقول لسعادتك، من 20 سنه المرحوم والد الاستاذ عطيه اشترى من سعادتك 3 فناديل. اصله كان ناوي يقعد معانا هنا في البلد بعد ما يطلع على المعاش، لكن ربنا ما ارادش بقى ومات قبل ما يطلع على المعاش. انت بتكلم نفسك يا حاج. البي نام. والله صحيح يا ابني، ده البي نام. يلا بينا ننام احنا كمان. يلا يا ابني يلا. صدقني هاني من قالك كده برضه حاجه. لا شيء يا حمار. انا ما صدقتش. ولا كبيره ولا حاجه، دي بنت ناس غلابه زي حالاتنا. معقوله دي؟ اصل كمال بيه ده كان شاي وهو صغير وفضايحه كتير قوي. تمام. مفيش ولا عيله كبيره رضت تجوزه من بنتها. انا ادفع له راح نتجوز الخول بتاع العزبه بتاعته. في عندك الجلابيه ما كانش البسه تطلع على خير. لكن ولاد دي بيستعملوه. لسه بتتفرج على التلفزيون يا ام محمد؟ ما عادش حد. الله يخرب بيت ابو التلفزيون على ابو اللي اخترعه. بتعملوا ايه؟ حاجه ببلاش كده. أقراص أمان. كمان اصحى. ايه ده وانا نمت؟ امال فين الدول اللي كانوا هنا؟ مشوا. يا دي الكسوف. قوم بقى نام في اوضتك. مش عايز حاجه اعملها لك؟ لو سمحتي هاتي لي معاكي كتاب يا ام علي، لحسن نفسي في حاجه حلوه قبل ما انام. طيب. الحقوني يا ناس! الحقني يا حاج عوضان! ايه يا عطياني مالك؟ فار! تبقى بالطول العرض ده بتخاف من الفار. انا ما بخافش من الاسد، لكن بخاف من الفار. طب اطمن، الفار سمع صريخك هرب. انت متاكد؟ انت متاكد قوي، ده تربيتي. تصبح على خير. وانت من اهل؟ ميرسي يا هانم. اللي قول لي يا كمال، هو الحاج عوضين كان عايزك في ايه؟ الشاب اللي معاه كان عاوز يبيع لي ارضه. يبيع لك ارضه؟ هو انت معاك فلوس عشان تشتري ارض؟ هو انا من امتى كان عندي فلوس؟ طب قلت لهم ايه؟
قلت لهم هشتري طبعا. انت عاوزاني اطلع مفلس قدام الناس؟ وهتجيب فلوس منين؟ تتدبر. تسلم ايدك يا سوسو. بالهنا والشفا. ان ما كنتش كلت طبق ام علي ده ما كانش هيجي لي نوم. هبعت لك التوكيل في اقرب فرصه يا حاج. انا ان شاء الله هجيب لك احسن سعر من كمال بيه. شكرا يا حاج، اشوف وشك على خير. لا استنى يا ولد، هات الركوبه وتعالى وصل سعاده البيت. لا مش عايز ركوب، انا همشي احسن. اتفضل معايا. على فين؟ بابا عاوزك ضروري. ايوه بس انا مسافر مصر دلوقتي. هو قال لي ما سيبكش الا لما تيجي معايا. يا مدمزيل انا عندي شغل. وبعدين بابا يزعل منك، ولو زعل هتطير البيعه. امر لله. اشتركت ولا جربت؟ العربيه كانت عاوزه زق. على فكره انا مره في مصر زقيت اتوبيس. بابا مستنيك في مزرعه الفراخ. اهلا عطيه. اهلا يا كمال بيه. اوعى تكون زعلت مني ليله امبارح. هو حضرتك عملت حاجه تزعل؟ عشان نمت وسبتكم لوحدكم يعني. لا ابدا يا فندم، دي حاجه غصب عنك وما تزعلش. تبان عليك ذوق يا جنتلمان. انت شايف؟ الحقيقه ما رضيتش اخليك تسافر قبل ما اتفق معاك. متشكر يا فندم. الثلاث فدادين بتوعك دول فين بالظبط؟ في ارض سعادتك طبعا. عرض سعادتي 1000 فدان، يعني من هنا لغدانها. ثاني حته بالظبط. هو الحقيقه الحاج عاوزين هو اللي يعرف. وعليهم عوايد قد ايه؟ خوخه تعال خد البيض وادي لابوك. والفلاحين هيسيبوا الارض ولا هتفضل في حيازتهم؟ برضه الحاج عوضين هو اللي يعرف. الله، انت ما تعرفش حاجه ابدا يا اسطى خالص. يبقى لازم نبعت نجيب الحاج عوضيه. اللي تشوفه سعادتك. ابعت لي ندعي لي الحاج عوضيه. حاضر. فطرت؟ انا مش متعود افطر. لا لازم تفطر، مش كويس على صحتك. يلا مد ايدك عشان تفتح نفسك. كل انده للحاج عوضين عشان بابا عاوزه. هنغديهم ايه يا خوخ؟ حط لهم فراخ معانا. مش كل الناس بتحب الفراخ. اقول لك نذبح ديك رومي. واعمل لنا كمان ورق عنب وكشك. انا نفسي من زمان قوي في الكشك. الله بقى على دقيه الباميه، على مرقه الديك الرومي. هروح انا بقى بسرعه عشان اندهله واجي بسرعه اساعد. خوخه ما تنسيش تجيب لي مش من عند الحاج عوضين، لسه اكل مش. الثلاث فدادين دول فين بالظبط يا حاج؟ جنب جنينه الفراوله بتاعت سعادتك على طول. يعني مفيش ملك تاني بين الجنينه وبينهم؟ لا يا سعاده البيه مفيش. ومين اللي مستاجر الارض دي؟ اللي هو ابن غوري الاعرج. وده مستعد يخلي؟ لا دي مسؤوليتي انا بقى. قبل ما نكتب العقد الابتدائي هجيب لك منه اقرار بكده. يبقى مش ناقص بقى غير نتكلم في السعر. مالك يا استاذ عطيه؟ لا مفيش
انا اصلي ما عرفتش انام امبارح بس. ما ضحكك يا سعاده البيه، مش امبارح بالليل الاستاذ عطيه خاف من الفار. اي والله العظيم دخلت عليه لقيته. يا حاج ما فيش وقت للحكايات دي، اسال كمال بيه هيدفع كام، خلينا نخلص. حاضر يا سيدي. طيب الغدا جاهز يا بابا. اتفضلوا معانا يا جماعه. انا مش هقدر. احنا لسه ما اتفقناش على الثمن. اسمع كلامي وخليك معانا احسن لك. استنى انت هنا واسمع كلامي يا حمار. بالهنا والشفا يا استاذ عطيه. طبعا انت عارف بقى عوايدنا من البيت دي. طبعا يا فندم، الاكل ده لازم يتمسح مسح. هما اتفقوا على الثمن ولا لسه يا اخوه؟ مش عارفه يا ماما، الظهر لسه. طب روح انت بقى حباري الصبح. حاضر. بالشكل ده محدش يشتري ابدا يا حاج. ما هو الثمن اللي سعادتك بتعرضه ما يرضيش حد ابدا. طب انا هزود 100 جنيه كمان في الفدان. يعني انت جيت في جمل يا كمال بيه، زودها شويه. انا ما اقدرش اصحصح اكتر من كده. يا انا ماليش دعوه بقى، اسال صاحب الشأن. الله، انت بتدور على مين يا سعطيه؟ ما هو انت صاحب الشأن. صاحب الشأن في ايه؟ السعر اللي انا عرضته عجبك؟ عجبني. عجبك ازاي يا سعطيه؟ ادي صاحب الشأن اللي قلت له اساله. ده اهبل يا سعاده البيه، اهبل. حد ياخد بكلام واحد اهبل؟ خلاص مش شاري. الله 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 الله، هو سعادتك زعلت ولا ايه؟ هتقبل بالثمن اللي عرضته ولا لا؟ ما تروق امال كده يا كمال بيه، روق. العشاء جاهز يا بابا. لا انا في عرضتهم مش هقدر احط لقمه واحده في بقي. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ ما تشوف لك طريقه في قريبك كده. رجعش البيعه مننا، لسه ما اتفقتش على الثمن يا اخي. يا اكله وتفوت ولا حدش يموت. يلا اتفضل. اتفضل. مات. نار في بطني يا حاج. سليمه سليمه باذن الله يا استاذ عطيه، سليمه. لما انت شبعان يا اخي قول، هو الاكل بالعافيه؟ يا ترى عنده ايه يا باشمهندس؟ تلفظ معوي، الظاهر ملخبط في الاكل شويه. بقالي 48 ساعه انا ما بطلتش اكل. وليه تعمل في نفسك كده؟ مش انا والله، مش انا اللي عملت في نفسي كده. طب انت بقى ان شاء الله هتستنى معانا الليله لغايه ما نشوف هتخرج امتى بعد العمليه. هتعملوا لي عمليه؟ ابشع قوي كده، تعمل غسيل معده عشان نطهر امعائك. عملتوا ايه يا كمال؟ حجزوه في المستشفى. مستشفى؟ ليه؟ وعنده ايه؟ عنده تلبك معوي. وده جاله منين ده؟ ده اكلته ضعيفه يا حبه عيني. دي جت من عند ربنا علشان الحق ادبر له الفلوس. هو انت ما عندكش حاجه ابدا؟ لا معايا 2000 جنيه هديهم له عربون والباقي يتدبر. اللي اكلت الكنافه بالكريمه اللي عاملاها لك على العشاء؟ لا ما اكلتش حاجه. اقوم اجيب لك طبق. سد نفس الساعتيه، الله يسد نفسه. انت الليله دي حلوه كده ليه؟ لا يا شيخ اديكي فتحت نفسي. قومي هات لنا بقى طبق الكنافه. لا 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 لا، والله اللي خليها بعدين يا سوسو، خليها بعدين يا سوسو.
انا ما شفتش في حياتي ناس بالشكل ده. دول وحوش. يا ابن الخير عندهم كتير، ما ياكلوش زي الوحوش ليه؟ دول اكيد هم السبب في ازمه اللحمه الموجوده في مصر. لا انت سادد، انت اللي مصرنا نشفت بالاكل الورديح بتاع مصر. صباح الخير عليكم. يا صباح النور. ايه ده؟ انت لسه قاعد في السرير؟ قوم. اقوم على فين؟ الدكتور قال لازم تخرج. الحمد لله. لو سمحت يا حاج عوضين شوف لي تاكسي ينزلنا مصر. مصر ايه؟ مفيش سفر. الدكتور قال لازم تستريح هنا يومين، اتفقت معاه انك تقعدوا عندي انا. حاج عوضين نقعد في المستشفى احسن. ايه بترفض دعوتي؟ ايه قريبك المجنون ده يا حاج عوضين؟ لا يا صفي، لا ده دي عطيه، ده سيد العقلين. اسمع كلام البيه يا عطيه، وانت بتقول تقعد وتاخد كلام ايه؟ طب انا هاجي بس ما اكلش. عنك مكانت، انت حر. تمام بيه، استنى بس يا تمام بيه، استنى بس. هو عطية هيقعد هنا كتير؟ ولا ما انا عارفه، ابوك بيقول اسبوعين ولا 3. وهينام في ايه؟ انا اديته قميص، وانت كمان بيديله جلابيه من بتوع ابوك. قميص باباكي طلع واسع عليا شويه. معلش يا استاذ عطيه، ان شاء الله الجلابيه دي تيجي على قدك. متشكر قوي. تحب تتغدى ايه؟ ولا حاجه. انا متفق مع باباكي ان انا مش هاكل نهائي. ودي معقوله؟ يا بالنظر انا ما عنديش استعداد اعمل غسيل معده تاني. طب حتى طبق شرب. اذا كان كده معلش. تحب تشرب شوربه ايه؟ ميه. شوربه ميه. لا زبده ولا سمنه ولا حاجه خالص. حاضر، جلابيه اهي. بعد الاكل اللي كلته هتدخل في صباع ازاي دي؟ انا كنت عملت فيكي ايه عشان تقعدي مكشره كده؟ ما عملتيش حاجه. زعلانه قوي عشان المحروس ما بيجيش. انا مش قلتلك هيطفش؟ يا اختي دول كلهم كام يوم اللي غابهم عنك. ايوه بس مش معايا انا. وحياة امي كلهم يومين 2 وهتلاقيه راجع لك زي الكلب الجربان. كان الميكانيكيه في ايامنا بيكسبوا زي دلوقتي اكيد كنت طلعت ميكانيكي. تعالوا صباح النور. اهلا اهلا اهلا. يلا
ولا ايه؟ اصل كنت سرحان شويه. وسرحان في ايه على الصبح؟ عايز اروح للحاج عوضين انتهي من حكايه الارض دي. لا اصبر لما بابا يوصلك، اصل المسافه طويله. موسى عاوز يتقطع. هو كمال بيروح فين؟ بيوصل اخواتي مدارسه. وانت ما رحتيش مدرستك ليه؟ قصدي ما رحتيش الجامعه ليه؟ انا لا بروح مدرسه ولا جامعه. ايه خدت ليسانس خلاص؟ لا ليسانس ولا بكالوريوس، انا ساقطه اعداديه. حلوه النكته دي. انا بتكلم جد. عمركش شفت بنت خابت في المدارس؟ ايوه بس مش باين عليكي. وهي البنت الخايبه بيبان عليها؟ اهي بنت زي كل البنات. لا انا قصدي انه مش باين عليك انك زعلانه عشان ما كملتيش دراستك. وازعل ليه بس؟ انا طالعه لامي بالظبط فلاح. انت عارف ان ماما فلاحه بنت فلاح؟ ايوه عارف. طب وايه رايك فيها؟ ست عظيم. او انا كمان بنت عظيم. وانت مجنونه زي ابوها زمان. صباح الخير. عطية صباح النور. عايزاه؟ الظاهر كده زمان كنت غاوي عربيات. حضرتك غاوي عربيات زمان. تمام خد بلاش. يا ابني انت قلقان كده ليه؟ عايز اعرف راسي من رجلي. ادي راسك وادي رجليك، ما تقلقش كل شيء تمام. ايه العروس طلع على قدك؟ واسع شويه. خلاص خليك قاعد معانا كام يوم لغايه ما تكبر يبقى على قدك تمام. انا بس عايز اعرف هنمضي العقد الابتدائي امتى؟ مش لما يتكتب العقد الاول؟ طب هيتكتب امتى؟ وانا بوصل بنات المدارس كنت على المحامي بتاعي وقلت له اكتب العقد، قال لي بعد اسبوع يبقى جاهز. طيب اسافر انا مصر وابقى ارجع بعد اسبوع. تسافر مصر تحب بايه؟ ايه وراك هناك؟ ورايا مصالح. انا عرفت من الحاج عوضين انك واخد اجازه شهرين. مصالح ايه بقى اللي وراك؟ انا مش واخد على عيشه الارياف، طول عمري عايش في القاهره. تبقى مغفل. نعم. واد عتيل يا بيه تعالى اجر العربيه. اركب. فردوني يا استاذ عطيه، انا مش قصدي اهينك. انا لما كنت في سنك كده كنت عايش في لندن وباريس ونيويورك، صدقني ما استريحتش غير هنا في العزيزيه. جايز، بس كل انسان له طبعه. انا لما اخد عليك هبقى احكي لك تاريخ حياتي، بس عاوزك تنسى حكايه نزولك مصر دي. الواد ده عابدين اتعود على الشغلانه دي. هو حضرتك محتاجني هنا في حاجه؟ انا هنا مش ناقصني حاجه ابدا، انما احيانا احتاج لانسان ياكل معايا، اتكلم معاه، انسان تاني غير مراتي وبناتي، راجل زيه. فهمت؟ الحقيقه مش قوي. بكره لما تبقى في سني هتفهم كل حاجه. انا كل اللي بطلبه منك تقعد معانا هنا يومين 3، دي خدمه مش هنساها لك طول عمري. بس انا اللي بعرف اقول نكت ولا بحكي حكايات. انا مش طالب منك تمثل لي دور شهرزاد، انا عاوزك تفتح لي قلبك وافتح لك قلبي. ان شاء الله في الصيف هدوقك الخوخ، مفيش زيه في مصر. والدك قال لي ان الخوخ بتاعكم مش موجود زي في مصر. طب وانت رايك ايه؟ للاسف ده مش الموسم بتاعه، عشان كده ما اقدرش احكم. لازم ادوقه الاول. ايه مالك؟ بتبص على الورق كده ليه؟ شجرة البرتقال دي مش سليمة، عيانة. عيانة؟ عندها انفلونزا؟ لا دي مصابة بمرض أكار الصدأ الورق. المرض ده بيصيب الأوراق بشدة.
وخصوصا السطح السفلي يسبب اعراض صدائيه على السطح السفلي عند الحواف، ثم يمتد مع العرق الاوسط ويسبب التفاف الورقه طوليا، وقد يصيب البراعم الزهريه ويسبب قصر العناقيد. انت معاك بكالوريوس زراعه؟ لا انا لا معايا لا بكالوريوس ولا ليسانس. انا خايب يا انسه، ما خدتش مجموع في ثانويه عامه فما دخلتش الجامعه. امال جبت الكلام ده كله منين؟ هوايه، كان نفسي ابقى مهندس زراعي، ولما ما قدرتش بقيت مهتم قوي بقرايه كتب الزراعه. انا بلا فخر افهم احسن من احسن مهندس زراعي في مصر. انا بقى مش هعزم عليك يا استاذ عطيه، كل على راحتك. متشكر يا ثانيه هام. اهو كده سيبيني على راحتي اسلم. ما دريتش يا بابا مش شجر البرتقال عندنا طلع مصاب باكار استاذ الاوراق. الله، انت جبت الكلام ده منين؟ مني انا. مش الاستاذ عطيه طلع بيفهم في الزراعه احسن من احسن مهندس زراعي في مصر. بالذمه؟ هي الانسه يا خوخه بتبالغ شويه. ابدا والله يا بابا، ده النهارده الصبح اداني حته محاضره ازاي نقوم البلد الدقيق. عظيم عظيم، دي مفاجاه مذهله ليا يا باشمهندس. انت نورتنا. بكره الصبح تنزل معايا كمان وتشرح لي حكايه الاكر ده بتاع اكرز بتاع الاوراق ده. هو التلفزيون بتاعه خسران. احنا متعودين نتفرج عليه كده من غير صوت كده. قليل الاولى من نعلي الصوت غالبا في المسلسل. امال فاتحينه ليه؟ كده احلى. فكرة باباكي دي طبعا. دي ماما صاحبة الفكرة. تعرف ان انا لسه ما اعرفش اسامي اخواتك لغايه دلوقتي. هعرفك عليهم. شوف يا سيدي، دي رمزية طالبة في معهد عالي في بنها بندلعها موزة، ودي فتحية بندلعها تفاحة، ودي بدرية بندلعها برقوقة، ودي عنايات بتدلعوها عنبة. تمام. الصغيرة خالص بقى شمس بتدلعوها دول شمامة. غلط، بنقول لها مشمشة. والدك عنده جنينة فاكهة جوه البيت وبره البيت. انا شايفه ان عطيه يعني كده انسجم مع البنات بسرعه. اصله غلبان ومقطوع من شجره، ملوش لا اخ ولا اخت. لكن امه عايشه. اهي دي بقى نسيت اساله فيها، انما هساله. الا قولي لي يا ام محمد، تعرفي ايه عن الاستاذ عطيه قريب الحاج؟ من ناحية ايه يعني يا ست ثانية؟ من كل ناحيه يعني. هو اتقدم لست خوخي؟ لا ولا تقدم ولا حاجه، اصل البيه بتاعنا عازمه النهارده عندنا في البيت وانا حبيت اطمن يعني. واجب يا اختي واجب، ده انتوا بيتكم ما شاء الله مليان عرايس، والسؤال مش عيب. قولي لي بقى، تعرفي ايه عن اخلاق؟ الحقيقة الحاج عوضين بيشكر فيه، وكل ما ينزل مصر يديله الإيجار يرجع من عنده نازل مدح فيه. طب هو بيشتغل فين؟ مستوظف حكومي، بس فين معرفش. هو لسه عازب مش كده؟ ايوه عازب. انا كنت سمعت زمان انه خاطب واحدة من ناحيته، لكن حصل ايه في الحكاية معرفش. الظاهر يا ام محمد انها ما نفعتش، ده مش لابس ديبلة في صباعه. يجوز، ده حكاية قديمة من مدة 7 سنين. 7 سنين؟ في حد يفضل خاطب 7 سنين؟ ده كان زمانه اتجوز وخلف كمان. الحاج عوضين كان قال انه لا بيدخن ولا بيشرب منكر ولا بيلعب قمار. يبقى ما فاضلش غير حاجة واحدة بس اسأل عليها. عايشة؟ لا تعيشي انتي. الحمد لله، قصدي يعني الله يرحمها.
هو ايه نوع المبيد اللي ساعتها كنت بتستعمله؟ اظن كنا بنستعمل الكبريت. كبريت ميكروني ولا كبريت قابل للبلل؟ اهو كبريت وخلاص، مش عارف اذا كان قابل للبلل ولا ميكروني. لا كمال بيه، كبريت الميكروني احسن كتير قوي. وكنت بتكرره الرش كام مرة؟ مرة او 2. غلط يا كمال بيه، لازم 5 مرات وبين كل مرة 21 يوم. الشجر حالته سيئة جدا، لازم تبتدي الرش بأسرع ما يمكن. ايه رأيك تبتدي انت بدالي؟ أنا؟ ايوه، ننزل انا وانت بنها نشتري المبيدات ونتفق مع الانفار اللي هيساعدوك، وانت هتشرف عليهم واجرك محفوظ. يا كمال بيه ده انا كلها يومين وراجع مصر. ابتدي انت الاول وانا هكمل، واديك بتسلف اليومين 3 اللي انت عايزهم واجرك محفوظ. المسألة مش مسألة فلوس. انا عارف انها مش مسألة فلوس، خدمة انسانية بطلبها منك. ايه رأيك؟ طبعا موافق. تحب اساعدك؟ بتعرف تسقط البحر؟ علميني. تعالى اقعد وانا اعلمك. مش وشك عشان تخنقها. هاخد بالك. بص بقى، تأكلها حبة حبة، تعمل زي ما بعمل بالظبط. حاضر. البت صعبانة عليا قوي يا كمال. انا بنت فين؟ هو في غيرها خيرية؟ مالها خيرية؟ ما هي كويسة. هي دي عيشة اللي عايشاها طول النهار، عايشة في وسط الفراخ والجاموس والأرانب. خوخة عمرها ما اشتكت من عيشتها. واحنا يعني هنستنى لحد ما تشتكي؟ الله، ولا في دي اعمله ما عملتوش، دراسة ما نفعتش فيها، وجواز ما حدش اتقدم لها. يوه يا كمال، هو في حد بيشوف عشان يتقدم ليه؟ دول 6 بنات، هنخلص منهم على امتى؟ البنات لسه صغيرين. لا، خوخة كبرت وكبرت قوي كمان، والناس قبل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. الله الله، عاوزاني ادلل على بنتي؟ وتدلل عليها ليه؟ ما العريس جالك لحد عندك اهو. مين؟ قصدك عطية؟ ايوه عطية. مال عطية؟ عليك اعتراض عليه؟ لا ما عنديش اعتراض، بس الراجل ما اتكلمش. ولا عمره هيتكلم طول ما شايفها بالشكل ده. الله، انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ خوخة لازم تتوضى. وضبي. ولازم كمان تلبس وتتأنتك. انتك ايه؟ ولما يتقدم لك عطية تقبل على طول. لا لا، هقول لا زي كل الابهات ما بتعمل، وبعدين هوافق على طول. تحليلا إخباريا لأحد أنباء النشر. الو، الاستاذ عطيه شرف الدين لو سمحت. الاستاذ عطيه في اجازه طويله. لمده قد ايه؟ لمده 2 شهر. مع السلامه مع السلامه. ما قاليش خالص انه هياخد اجازه، وانت هتحيري نفسك ليه؟ اختفي رجلك لحد بيته وشوفيه ماله. انا اروح له بنفسي؟ وفيها ايه يا زينات؟ مش خطيبك ده بقاله اسبوعين ما سالش عليا، هو انا ما عنديش كرامه؟ يعني عايزه الراجل امك تزعله وبرضه يجي لكم؟ ايوه، هو ماله مال ماما؟ ده جاي لي انا. برضه صعب عليه يا زينات، بلاش عنده امال واسالي عليه، يمكن تعبان وراقد في البيت. لو سمحت، هو البيت ده نمرة كام؟ نمرة 11 يا مدموزيل. 11؟ وقع امتى؟ من اسبوعين كده. اسبوعين؟ هو في حد من السكان مات؟ محدش نجي، كلهم ماتوا. كلهم ماتوا؟ ربنا يصبرك على بعده. انا رحت زرته مرة، بيت قديم كل شق فيه قد شق التعبان. قال ايه، كان عاوز بنتي ياخدها تسكن معاه هناك،
الحمد لله ربنا كتب لها عمر جديد، حسرة على شباب و7 سنين يدور على شقة ومات من غير ما يلقاها. الو، اديني الانسه زينات وجدي لو سمحت. زينات ما جاتش النهارده، الا لما تيجي نقول لها مين؟ انا عطيه. ايه؟ بتقول مين؟ خطيبها. يا فندي يا بارد بلاش الهزار التقيل ده، اما ناس ما عندهاش دم صحيح. ايوه لو سمحت اديني النمره تاني، اصل السكه اتقطعت. النمره مشغوله يا استاذ. شكرا. جبت المبيدات يا كمال بيه؟ عشان تعرف قيمه العزيزيه. كلمت مصر يا سيدي؟ ظهر التليفون خربان. تليفونات بس. تصدق بالله انا زمان عرضوا عليا اشتغل وزير، قلت لهم فين؟ قالوا في القاهره طبعا، قلت لهم لا يفتح الله. كمان عايزه فلوس والنبي. عندك في الدولاب؟ ما لقيتش الا 5 جنيه بس. دول اللي فاضلين. امال فين ال 2000 جنيه اللي كانوا في الدولاب؟ تعالوا، الهدوم اللي اشتريتها الخوخه والموبايلات اللي اشتريتها امبارح خلوني على الحديده. ايه؟ امال هتدفع منين لعطيه العربون؟ تتدبر. يا خرابي، اعمل ايه في البيت دي يا اخواتي؟ انا قابلت فيهم. يا خاخه خاخه بنتي يا خاخ. ايوه يا ماما، اطلعي عندي دلوقتي يا بنت. اما حمي الحمار. طب والله ما دخلتي دلوقتي لانزل احميكي بالجردل دي. قلت ايه بقى؟ ايه؟ وهو فهميني بقى، ابوكي دفع عقبال ما قلبه في الهدوم دي عشان ايه؟ والجهاز الجديد اللي انت راقده عليه لوحدك ده عشان مين؟ معرفش يا بنت. ابوك اشترى الهدوم دي عشان تلبسيه. ما انا هلبسه. ايه انت ان شاء الله؟ يعني لما تيجي المناسبه؟ لا هتلبسيهم بقى والنهارده. يا سلام عليك يا ماما، عاوزاني البس فستان جديد عشان احمي الحمار؟ حمار ايه يا بنت اللي انت مهتميه بيه وسايبه الحمار التاني اللي قاعد في البيت؟ هو احنا عندنا حمار تاني في البيت؟ ايوه عطيه. سلام عليك يا ماما، بطلي الهزار ده بقى. عاوزاني احمي عطيه كمان؟ يا خرابي، اعمل فيك ايه يا بنت عشان تفهمي؟ يا بنت الجدع ده نضيف عندنا، هو قبل ما نظهر قدامه بمظهر كويس. حاضر يا ماما، هحمل الحمار واطلع البس على طول. ما تجيبليش سيره الحمار احسن 3 بالله العظيم لا اذبحه واكله لك على الغدا. قلت ايه بقى؟ ثم تعالي ليه؟ انت ما بتوضبيش شعرك ليه يا بنت؟ ليه؟ ما بتنتفيش حبك ليه؟ ما بتزرعيش ليه؟ ما بتحطيش حبة احمر في خلقتك ليه؟ وكل ده برضه عشان خاطر الضيف اللي عندنا؟ طب وفيها ايه يعني لما نظهر كويس قدام الناس؟ ما الحاجة عوضان بتجيلنا كل يوم والتاني، ما بتقوليش كده ليه؟ يا بنتي يا هاي هتجيبي عوضين لعطيه. يا ماما عطيه جاي يبيع 3 فدادين وماشي على طول، مش جاي عشان يتجوز. اصلك لسه صغيره ما تعرفيش في الرجاله ولا تفهميش فيه. ده مش طايق يقعد معانا، بابا اللي ماسك فيه بالعافيه. هو انت يا بنتي كنت اديتيله رحيله عشان يقعد وما عادش؟ يا بنتي حرام عليكم، حرام. ده انتوا 6 مصايب 6 كوبر. هجوزكوا امتى يا خرابي؟ ما تظلميش اخواتي، انتوا ما عندكمش هنا غير مصيبه واحده، لا ريحكم منها خالص. ايه العظمه دي يا باشمهندس؟ ده انتوا قربتوا تخلصوا. البركه في الرجاله كمان دي. لا البركه في همتك انت. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. ما تبالغش يا كمال بيه، انا مجرد هو مش محترف. لا بجد دي مبالغه، انت عملت عمل رائع. يعني حضرتك راضي عني جدا، عشان كده هزود لك المكافاه اللي اتفقت معاك عليها. انا مش عايز زياده ولا حاجه، كل اللي طالبه من سعادتك اننا نمضي العقد الابتدائي، فمش المهم نخلصه خلاص. انا في الحقيقه اصلي اتلبخت في حكايه الشجر التلفان ده. بكره الصبح وانا بودي البنات المدارس هعدي عليه. النبي يا كمال بيه ما وصكش. وصلي، ده انا مهتم بالموضوع ده اكتر منك. تعالى بقى وريني فين الخرايط.
عطيه. حضرتك اخر واحد في الدنيا يحمل هم اي حاجه. اديك شايف النتيجه، الشجر بيموت وكلها كام سنه والجناين دي تبقى خراب. مفيش داعي للتشاؤم كمان ليه؟ احنا بعد اللي عملناه الجناين هترجع زي الاول واحسن كمان. انا بقول لك ايه يا عطيه، بعد ما ننزل العادي وتاخد فلوسك تنزل مصر تخلص كل حاجه هناك وترجع تاني هنا. ارجع تاني؟ ايوه ترجع تشتغل عندي، هديلك زي ما انت عاوز وتاخد بالك في الجناين. ايه؟ تاخد بالك في الجناين. امتى زمان اسمح يا جميل واقعد معاك على شط النيل. يا ترى يا هل ترى من هو الجميل ده اللي قاعد تغني له في نص الليل؟ عاوزة تعرفي مين هو ثانية؟ شبابي، الشباب اللي ضاع مني من غير ما احس. يا اخويا اللي راح منك مالك؟ ما انت زي الفل اهو في عز شبابك. انا خلاص انتهيت، كبرت واللي كان كلام ايه الجديد ده اللي بسمعه مين؟ النهارده الصبح شفت عطية واقف في وسط الجنينة مع الأنفار، لقيته مليان شباب وحيوية. بصيت لنفسي لقيتني كبرت وشخت زي شجرة الجنينة. ما هو انت اللي ما تاخدش بالك من نفسك. يا ما قلت لك 100 مرة تأجر لك نفر ياخد باله من الزراعة وانت تقعد وتستريح ما ردش عليك. يعني انا كنت لقيت وقلت لا، بس لو كان عطية يرضى. يو ما تتكلم معاه في الموضوع ده. انا اتكلمت معاه قال لي لا ما احبش اقعد هنا في الفلاحين. مالها الفلاحين؟ هو في احلى من عيشة الفلاحين؟ غيرش هو اللي مغفل. ما انا قلتها له في وشه ولا اتكسفتش، قلت له يا عطية يا ابني انت مغفل، وبرضه ما وافقش. لو كان ربنا يهديه ويقعد يخطب البت خوخي. احنا في ايه ولا في ايه يا استهانم انت؟ ما انا واتجوز خوخي غصب عن عينيه هيقعد هنا اهو ويسليك. لا انا عاوز يقعد هنا باختياره، ما حدش يغصب عليه. ما هو البني ادم مننا اعمى، تبقى الجنه قدام عينيه ومش شايفها. يا جميل انت يا حلو. يلا حبيبتي الدرس 35. الدرس 35. الأسد والفار. الأسد والفار. الأسد والفار. يومين الفار جه في خرج بيحفظوكوا. خرج الفار يبحث على طعام. كويس. وكان الأسد يركض تحت الشجرة. عظيم. غلط الفار يمشي ومشى على وجه الأسد. برافو. أبي هي الغابة فيها فران؟ امال يا حبيبتي الفيران كانت عايشه في الغابه الاول وبعدين زهقت من حياتها جت عاشت معانا هنا. ليه يا أبي؟ عشان ما عندهمش فيديو هناك. في حد يعرف يعيش من غير الفيديو؟ انت شكلك متغير لذلك. خدت بالك؟ طبعا دي حاجه باينه قوي، شعرك وفستانك. شكل الكتب بقى حاجه تانيه خالص. كده احسن ولا الاول احسن؟ يعني هو دلوقتي احسن بس برضه الاول كان احسن كتير. بتهيألي اني كنت منسجمه مع كل حاجه هنا. يعني دلوقتي بقيت نشاز؟ لا انا قصدي انك دلوقتي بقيتي زي بنات مصر. الاول كنت مختلفه عن اي بنت بتعيش في القاهره، لكن
الاول يعني كنت شخصيه مستقله. انا كنت فاكره ان مفيش حاجه بتعجبك ابدا في الارياف. انا قلت انه مش واخد على عيشه الارياف، لكن مش معنى كده ان مفيش حاجه عجباني فيه. ويا ترى ايه اللي عجبك عندنا؟ والدك بس. والموز. الموز هنا طعمه حلو قوي. البرقوق يا قاضي طعمه هنا حلو. البرقوق بالذات يجنن يا ست برقوق. احلى حاجه هنا انت لسه ما عرفتهاش. ايه؟ صوت الكروان. سمعت صوته قبل كده؟ لا، الحقيقه احنا في مصر بنسمع صوت احمد عدويه. طب بكره الصبح بدري هصحيك واخدك نروح نسمعه سوا. هو الكروان عندكم بيغني فين؟ في الجنة. انت بتيجي هنا كتير؟ لما بكون متضايقة بعد ساعة واحدة بنسى كل اللي كان مضايقني. هنا الانسان ممكن ينسى الدنيا بحالها، مش بس الحاجات اللي مضايقاه. تخسروا بقى. خيريه طردتني منها بسرعه. اخس عليك يا خوخي، بقى كده برضه كرم الضيافه. مش هتصدقي يا ماما، تصوري عطيه قال لي دوره كمان. قلت له لا بقى يلا نروح على طول قبل ما ترجع في كلامي. يا روحي جعان يا عطيه. انت قال ان انا اقدر اكل 10 بيضات وطبق قشطه وطبق عسل نحل وكان فطيره. الف هنا وشيف في مطرح ما يسري. تعالى بقى اروح احكي لبابا. يلا يا فرحه كمان لما يسمع الاخبار يا ولاد. الاكل ده نعمه من نعم ربنا، لذة من لذائذ الحياه الكبرى. مش عارف الحقيقه دي كانت غايبه عني ازاي. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. انا مستعد اعمل لك طبق فول مجمش اطعم والذ من ديك رومي. سيادتك لازم تنشر الوصفه دي في الجرايد، هتبقى خدمه كبيره قوي للناس يا كمال بيه. شوف بقى انت ما دام نفسك اتفتحت في الاكل كده زينا، اوعى ترجع لهوايتك القديمه. عاوزك تاكل باستمرار زي انا كده. باستمرار ازاي؟ ده انا راجل على قد حالي، اجيب فلوس منين؟ بمناسبه الفلوس، بعد ما نفطر هاخدك مشوار صغير. لحد فين يا كمال بيه؟ لحد طنطا. طب كل المعلم حسنين ده اكبر تاجر فكه في الغربيه، طول عمرنا بنتعاون معاه. ادعي بقى لربنا انه يوفقنا في البيعه دي عشان تاخد فلوسك. انا مش مستعجل على الفلوس يا كمال بيه. لا انا عطلتك معايا كتير وضميري بيقلبني. والله العظيم انا مش مستعجل على الفلوس. يا راجل بلاش مجامله، انا طلبت منك تقعد اسبوع، لكن انت بكرم اخلاقك قعدت اكتر من شهر. 3 بالله العظيم ما انا مستعجل على الفلوس. انت فعلا انسان نبيل، وانا بنفسي هاجيلك مصر عشان اشكرك على كل حاجه عملتها معايا. كمال بيه انت
احنا في ايدك انت. هتدفع كام؟ عشان خاطرك زي السنه اللي فاتت 15 باكو. ليه بقى يا معلم؟ انت هتبيع بنفس الاسعار السنه اللي بعد الجايه؟ الاسعار بتغلى يوم بعد يوم. يطلع مين بسلامته؟ الباشمهندس عطيه اللي ماسك الجناين بتاعتي. تشرفنا يا باشمهندس. امال ما كناش بنشوفه ليه؟ اصل كنت شايل وقت عاوزك. قلت ايه بقى يا معلم؟ عشان خاطر الباشمهندس انا هزودك 2 باكو كمان. 2 باكو بس؟ يلا بينا يا كمال بيه، الظاهر المعلم مش ناوي يشتري. ما تقعدوا امال، التفاهم حلو. يرضيك كام يا كمال بيه؟ استنى انت يا كمال بيه، انا بقى اللي هتفاهم مع المعلم. انت ناوي تشتري بكام يا معلم؟ اخر كلام 18 باكو. يلا بينا يا كمال بيه، قلت لك المعلم مش بتاع شارع. ما تقعدوا امال، التفاهم حلو. قول لي انت يا باشمهندس يرضيك كام؟ اخر كلام 30,000. جري يا كمال بيه، انت جايب لنا معاك الباشمهندس عشان ياخد بيتي؟ خف عليه شويه لا تطير البيعه. ما هو اذا كان المعلم مش عايز يشتري، انا عندي 100. ان شاء الله لما نرجع العزيزيه هبعت اجيب الحاج عوضين نكتب العقد الابتدائي وتقبض فلوسك. خلاص اللي تؤمر بيه ساعتها. مالك مش فرحان ليه؟ بالعكس انا هموت من الفرح. تنتهي الحاجة عوضين؟ ايوه. طب ممكن اطلب منك خدمة صغيرة؟ انا مش هسيب الحاج عوضين الا لو جبته معايا. انا عارفه انت مستعجل قد ايه. لا انت فهمتيني غلط. انا مش عايزك تروحي للحاج خالص. امال هقول لبابا ايه؟ قولي لي انك ما لقيتهوش. عاوزني اكدب على بابا؟ يا ست كدبة بابا مش هتضر حد. طب انت عاوزني اكدب عليه ليه؟ انا اصل اكتشفت الايام اللي قضيتها هنا كانت اسعد ايام حياتي، ولو مضيت العقد هضطر اسيبكم وارجع مصر، وانا مش عايز اسيبكم بالسرعه دي. طيب يا الدنيا طارت ولا ايه؟ عطيه انت ايه اللي جابك بدري كده يا ابني؟ انا صحيتك من النوم يا حاج. ايوه نبقى خالصين، انت صحيتني مره وانا صحيتك مره. طب بس قول لي ده ساعات كمان ليه في حاجه افترضت؟ لا ده انا جاي لك عشان ابنك اول اللي اعرف. انت خدت منه الاقرار؟ ايوه الاقرار جاهز في جيبي، انما ايه؟ خدته منه بالعافيه، ما كانش عاوز يخرج من الارض ابدا. طب خليه معاك يا حاج. ليه؟ انت عايز توقف البيعه ولا ايه؟ لا انا عايز اجلها شويه بس. الله، وتاجلها ليه؟ يعني ظروف بس كده. ولما تاجلها ناوي تسافر مصر ولا تقعد هنا شويه؟ والله لسه ما فكرتش يا حاج. ما فكرتش ازاي وانت رسامها؟ رسمها طبعا استحليت القعده عند كمال بيه وقلت يا دي نتمتع بيها يومين كمان، مش كده ولا ايه؟ ايوه هو كده. يا لئيم، انا اللي كنت بقول عليك اهبل. ماما امبارح كانت بتزور ناس قرايبنا في طنطا، وراحت عشان تقرا الفاتحه للسيد البدوي، شافته هناك. يا بنتي دي روحه،
بركاتك يا شيخ العرب. ومن حوالي شهر واحد ضرب تليفون عندنا في المكتب وقال انه عطيه. ده محضر الحادثه وفي اسماء كل المتوفين. قلت لي بقى اسم خطيبك ايه؟ عطيه شرف الدين. اسمه مش موجود هنا. صحيح؟ خدي شوفي بنفسك. فعلا اسمه مش موجود في البيت ساعه ما وقع. طيب لو صحيح ما طلعتش روحه، امال ما حدش شافه من نهاريها ليه؟ الله اعلم يا مدام، ولغايه حجته معاه. عطيه لسه في اجازه يا نسا. هي اجازته هتخلص امتى؟ بعد حوالي 10 ايام. حضرتك ما شفتوش خالص اثناء الاجازه؟ لا والله يا بنتي. طب حضرتك ما تعرفش هو خد اجازه ليه؟ والله يا بنتي عطيه كان بيعتبرني زي والده بالظبط وما يخبيش عليا حاجه ابدا. بعد خلافه مع ست والدتك اعصابه تعبت قوي، فنصحته انه ياخد اجازه عشان خاطر يستريح اعصابه ويشوف حل لمشكله الشقه. يعني ماما هي السبب؟ بصراحه طبعا ايوه. انا ما بقتش طايق النضاره. تلاقي نظرك اتحسن دلوقتي بس عرفت ادم كان بيحس بايه وهو عايش في الجنه. بس اوعى تعمل زيه وتسيب الجنه. المفروض الابناء ما يكرروش اخطاء الاباء. معقوله تبقى الجنه بين ايديا واسيبها؟ يعني نويت تفضل هنا على طول؟ يا ريت يا خوخه، يا ريت. وايه اللي يمنعك؟ الف حاجه وحاجه. طب قول لي حاجه واحده بس. وظيفتي مثلا. بقى خايف تضيع منك وظيفه صغيره ومش خايف تضيع منك الجنه بحالها؟ انا صحيح موظف صغير دلوقتي، بس بعد 20 سنه هبقى مدير عام. موت يا حمار. والله لو صبرت 50 سنه عشان ابقى مدير عام هصبر. انت ليه مهتم قوي بحكايه المدير العام دي؟ وعد اديته لابويا الله يرحمه قبل ما يموت. اصل كان نفسه يبقى مدير عام وما قدرش. وهو على فراش الموت قلت له موت يا بابا وانت مرتاح، وانا هبقى مدير عام بدالك. وابوك مات مرتاح؟ اخر راحه. مش حرام هو يموت مرتاح وانت تعيش مش مرتاح؟ خليك صريح مع نفسك. لو سافرت مصر هتعيش مستريح؟ أنا هسيبك مع نفسك تفكر، واللي تحكم بيه أنا راضية بيه. معقول أسيب الكروان وأروح لأحمد عدوية؟ بط يا خوخ. احبس نفسي في الاوضه وماني خارجه منها خالص. اما تغسلي الغسيل الاول احبسي نفسك زي ما انت عايز. خدي معاكي الجلابيه العطيه واديها له وغسلي الغيارات بتاعتك. صباح الخير يا كمال بيه. صباح الخير يا عطيه. فطرت؟ مرتين، مرة أول ما صحيت من النوم ومرة دلوقتي. طب خد لك نفس. أنا ما بشربش السجاير، عايز أشرب شيشة. الشيشة أخف ضررا من السجاير، ثم التباك ده أنا بستورده من باكستان. يعني مش هكح؟ محدش يقدر يكح معايا. خد. غريبة، أول مرة واحد يكح معايا. خلاص يا كمال بيه، أنا بطلت أكح معاك. إذا كنت لسه مقتنع إن وجودي معاك ينفعك
انا مستعد افضل هنا. انت ليه ما استغربتش لما رجعت في كلامي وقررت اشتغل معاك؟ واستغرب ليه؟ انا مفيش حد يكح معايا ابدا. ساعة ما حطيتك في نافوخي وقلت انه هيقعد هنا علشان يساعدني كنت متأكد ان هيجي اليوم ده وتوافق. قوم بينا اذبح لك خروف. بالمناسبة دي تستاهل اذبح لك جمل، بس يا خسارة ما عنديش جمال. لاقي بقى الخروف اللي ليه بمقامك ده كويس. لا ده اوزي ده، انت مقامك كبش. ده اهو ده اهو. تعالى بقى بنت ايدك معايا. انت ذبحت خرفان قبل كده؟ ولا فرخ حد. من هنا ورايح اتعلم حاجات كتير. عطية عطية. المفتاح ده كان في جيب القميص والدجلتي كمان. انا هقولك على كل حاجه. هتقولي بعد اللي شفته بعينيا. قولي. لو سمحت يا خيرية نوليني الملاحة. انت شاكر. ده ايه يا خوخ؟ ما تاخدي بالك من عطية، اصله بيحب الواحد يعزم عليه. واعزم عليه ليه؟ ما هو بياكل زي المفجوع اهو. خوخة حاسب على كلامك. انا بهزر يا بابا. طبعا يا كمال بيه، خيرية بتهزر. وفي حد زي خيرية في ادبها وذوقها واخلاقها؟ تعيش يا عطية، ده انت اللي مفيش حد في ذوقك وادبك واخلاقك. اصل انت ما تعرفيهوش يا ماما، ده طلع ميه من تحت تبع. هي حتى نقراها من نقره ليه؟ اصلها طلبت مني احلب معاها جاموسه، قلت لها ما اعرفش. مش كده يا خيرية؟ انا ما بكلمكش وإياك تكلمني احسن اعمل لك فضيحه هنا. بس انا هكلمك واللي يحصل يحصل. انا ما بهزرش دلوقتي. انا هتعملي ايه؟ هقول لهم على اللي شفته في جيبك. ما تقدريش. لا اقدر. عارفه يا ماما؟ مش الاستاذ عطيه طلع خاطب؟ اتفضل اتكلم مع ماما وبابا زي ما انت عاوز. صحيح الكلام ده عطية؟ صحيح ومش صحيح. هي فزوره بقى ولا ايه؟ صحيح ومش صحيح دي. انت خاطب ولا مش خاطب؟ خاطب ومش خاطب. وضح كلامك عشان نفهم. امي كانت خاطبه لي واحده وانا سبتها خلاص. وسبتها من امتى يعني؟ من ساعه ما شفت خيريه. يرضيك الكلام ده يا ابو خوخه؟ يرضيني قوي. هو في راجل في الدنيا ملوش ماضي؟ طب ده انا لما كنت في باريس. باريس هو بتاع تحية كمان، احنا في العزيزيه. باريس زي العزيزيه زي اي بلد تانية. اطلع انت منها خالص وخلينا نتفاهم مع عطيه. تعالى عطيه. ايه العلاقه اللي كانت بينك وبين خطيبتك؟ علاقه رسميه ما فيهاش اي عاطفه. وايه شعورك نحو خيريه؟ بحبها اكتر ما بحب سعادتك. يبقى لازم اطلع انا كمان من الموضوع ده. خلاص روح دور على خيريه واتفاهم معاها. ده موضوع يخصكم انتوا الاثنين، محدش فينا ابدا لازم يتدخل. انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ انت مش قلت لي انك لما بتتضايق تيجي هنا؟ انا مش متضايقه. هو اللي مش متضايق يتكلم بالطريقه دي برضه؟ ما هي دي الطريقه اللي تجيب واحد زيك. واحد زيي؟ ايوه، كذاب وغشاش ومنافق.
طب اديني فرصه ادافع عن نفسي. هتدافع عن نفسك بايه؟ انت لو نيتك سليمه ما كنتش قلعت الدبله وخبيتها بكده. انا قلعتها عشان ضاقت على البعض اهي. صدقتيني؟ لا ما صدقتش. انت لو انسان عندك اخلاق كنت قلت لي من الاول انك خاطب. بقول لك انا خاطب ليه؟ وانا كنت عارف ان انا هعرفك. ما تجيبش سيره الحب على لسانك. الشبان اللي زيك ما يعرفوش يعني ايه الحب. حرام عليكي، انا ما عرفتش الحب غير هنا. حبيت ابوكي وحبيت اخواتك وحبيت بلدكم، حتى جاموستك حبيتها. ما هي دي الاشكال اللي تلاقي لك. اتفضل روح اتجوزها. وكمان بتدلعني؟ ده انت بجح. خلاص يا ست انا غلطان، سامحيني. اللي سامحه خطيبتك اللي في مصر. انا ماليش خطيبه في مصر، واحده امي خطبتها لي وما بحبهاش. ما انت لازم تقولي كده، امال هتقولي انك ضحكت عليا وعليها؟ هو لو عايز اضحك عليك اسيب مصر واجي اقعد هنا. تسيبها، تقعد هنا كام شهر تتسلى بيا وبعد كده تسيبني وتدور على بلد تانية وواحده ثانيه. يا ما تطردنيش من الجنه. الجنه دي ما تدخلش الشياطين اللي زيك.